ويلا نلحق موسم التوت وتعالوا نعمل احلى واجمل واسهل واسرع ايس كريم توت زبادي في الخلاط من غير ما ياخد مننا وقت ولا مجهود. في 10 دقايق هيكون جاهز معانا. وتعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هاتوا كده نص كيلو من التوت الاحمر الجميل ده، هنحط عليه تلت كوبايه من السكر وعلى طاسه على النار هنقلبه. اول تقلبتين 3 كده هيبتدي ينزل الميه بتاعته. اول ما ينزل ميته هعصر عليه نص عصير ليمونه وهديله بقى تقليبه على نار هاديه. اهم حاجه يكون النار الهاديه علشان خاطر انا عايزه التوت ده يستوي معايا خالص، مش هياخد منك اكتر من 10 دقايق على نار هاديه وهتلاقيه معاكي بالشكل ده. في صوص كده هعمل ايه عشان اربط الصوص ده؟ جبت معلقه من النشا كبيره عليها نص كوبايه من الميه ودوبتهم مع بعض ونزلت بيهم، وهبتدي ان انا اقلب فيه مع التقليب المستمر لحد ما يتقل معايا، وهيكون ده شكله، هيكون ده نفس القوام بالظبط. هسيبه بقى يبرد وهبتدي ان انا اشتغل بيه. قوامه ولونه وريحته بيكونوا تحفه تحفه تحفه، وسهل وسريع وبسيط جدا. بنستخدمه في استخدامات كتيره جدا. النهارده هنستخدمه في الايس كريم. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. في الخلاط هجيب ميه ساقعه جدا فيها تلج بالشكل ده، هاخد منها كوبايه يعني 250 مللي، كوبايه ميه ساقعه قوي ويفضل يكون فيها تلج. تمام، نحطها في الخلاط بالشكل ده. معايا بقى زبادي، اي نوع زبادي عندك، سواء زبادي شركات اللي هو الساده، زبادي بلدي، زبادي حتى انت عاملاه في البيت، مفيش مشكله خالص. انا النهارده كان عندي زبادي توت، المهم ان انا استخدمت الاربع كوبايات اللي هما الصغيرين دول. انت لو عندك الاحجام الكبيره شويه استخدمي كوبايتين بس منهم، يعني بمقام مج يا جماعه. انا عايزه لو انتوا هتعربوا الكوبايه بمقام مج من الزبادي. احطه على الميه في الخلاط، عليهم بقى كوبايه الا ربع من السكر البودر، وهنزل عليهم نص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، والنوع اللي انا مستخدماه بتاع كواليتي تارجت اللي هو بطعم الكريمه اللباني. تمام كده، خدت منه نص كوبايه فقط. الكميه دي كلها هتعمل معايا نص كوبايه. هاخد كمان معلقتين كبار من الحليب البودر، وده اختياري تقدر تستغني عنه لو مش موجود عندك. ومن نفس التوبنج اللي انا عملته بعد ما برد هاخد منه معلقه كبيره هرميه. برضو ممكن تعملوا الخطوه دي وممكن لا، بس انا حابه ان ايس كريم بتاعي يبقى لونه حلو. وهدي كده للكلام ده تقليبه، وهقوم حطاه في الخلاط وضرباه ضربه مبرحه لمده دقيقتين 3 لحد ما تلاقي القوام بتاعك ناعم خالص وبقى بالشكل ده. محتاجناش مضرب كهربائي، محتاجناش اي حاجه غير الخلاط بتاعنا. بعد كده هبتدي ان انا اجيب العلبه اللي هعمل فيها، احط كده طبقه من توبنج التوت على طبقه من الايس كريم وطبقه من توبنج التوت طبقه من الايس كريم لحد ما اكمل كل العلبه بتاعتي بالترتيب كده. اسهل وابسط من كده مفيش. وكده الايس كريم بتاعي يكون خلص. هدخله بقى الفريزر لمدة من 4 ل 8 ساعات. هيكون معاكي خطير وقمر 10/10. انا كده بقلب اخر طبقة وبعدين بعمل لها كده زي شكل عشوائي وهقفل العلبة وهدخلها بقى. وبعدين تعالوا شوفوا لما تطلع هيبقى شكلها عامل ازاي. ما شاء الله قوام الايس كريم كريمي وطعمه بجد خطير. انا عملت ايه؟ جبت المعلقه بتاعت الايس كريم دي حطيتها في ميه سخنه وابتديت ان انا امشي على الايس كريم عشان تطلع معايا البوله القمر الحلوه دي. وشايفين الجمال يا جماعه؟ جبت بقى البسكوتات بتاعت الايس كريم دي من محل ايس كريم عادي جدا، بجيبها كده من غير اي حاجه وسعرها رخيص، وانا بحطها بقى بعملها للولاد في البيت. بجد يا جماعه بتكون خطير. ولو عندكم بقى صوص توت تقدروا تحطوا عليه، بيكون بقى في حته تانية. بجد بجد من احلى واجمل الايس كريم اللي ممكن تجربوه، سهل وسريع وبسيط. استغلوا موسم التوت واعملوا الايس كريم في البيت وفرحوا بيه الولاد. وبس كده، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وصفه جديده. اي سؤال اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات، وانا بامر الله تعالى هرد على حضراتكم. واشوفكم مع فيديو جديد. مع الف سلامه.